سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ملاوي معمر بحشوه كتجي رائعه ولذيذه بزاف وسهلين جدا في التحضير. خليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي جيم ولي كومونتير وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وكنشكركم بزاف على لي كومونتير تاعكم اللي كيشجعوني وكيحفزوني اكثر. دابا ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 5 الكيسان ديال الدقيق اللي غربلناه من قبل ما يعادل 500 غرام. وغادي نحتاجو نصف ملعقه صغيره تاع سنيده، الملح بطبيعه الحال حسب الذوق. وغادي نحتاجو 4 المعالق ديال الزيت النباتيه، ساشيه ديال الخميره الكيماويه، وماء عادي لجمع العجين. ومباشره غادي نضيفو الملح، سنيده، الزيت، وايضا الخميره الكيماويه، نضيفهم للدقيق. ومباشره غادي نبداو نخلطهم حتى كيتجانسوا لينا جميع العناصر. ومباشره غادي نبداو نضيفوا الماء بالتدريج كيف ما قلت لكم مسبقا. الماء عادي غير من الصنبور، ما يكونش دافي نهائيا. صافي كنبداو نضيفوه بالتدريج حتى كيتجمع لينا العجين على هذا الشكل هذا. ما نحتاجوش نهائيا اننا ندلكوه، غير من الافضل ان الدقيق يكون نوعيه جيده. كيف ما لاحظتوا معايا ما كيكونش قاصح بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش رطب. صافي كنوضعوه في البلاستيك غذائي وكنوضعوه على جنب حتى كنوجدوا الحشوه اللي غادي نحتاجوا ليها. 3 الحبات متوسطين ديال البصله البيضاء من الافضل اللي شلضناها من قبل. وايضا نحتاجوا 3 الحبات ديال الفلفله الالوان اللي قطعناها صغير. ونحتاجوا ايضا 600 غرام ديال الكفته. ومباشره كنوضعوا مقلاة على نار اللي هي متوسطه، كنضيفوا كميه من الزيت وايضا الكميه اللي عندنا تاع البصله. صافي كنخلطوها مزيان ونخليوها حتى كتقلى لينا مزيان في الزيت. ومن بعد غادي نضيفوا الفلفله على هذا الشكل هذا. صافي وكنخلطوا جميع العناصر ونخليهم حتى كيتقلاو لينا ويذبلوا لينا مزيان. صافي من بعد ما الفلفله والبصله دبلوا لينا، ودابا غادي نضيفوا لهم الكفته على هذا الشكل هذا. وغادي نضيفوا ايضا معلقه كبيره تاع الربيع، معلقه صغيره تاع الملحه، معلقه صغيره تاع البزار، وايضا معلقه صغيره ديال التحميره. صافي نكتفيو بهذا القدر هذا وغادي نخلطوا جميع العناصر حتى كيتجانسوا لينا بهذا الشكل هذا. صافي ومره مره كنحركوهم حتى كيطيب لينا الحشوه ديالنا وكتصبح جاهزه. صافي هي الحشوه تاعنا طابت لينا صبحات جاهزه. وكيف ما كتلاحظوا معايا راه نشفات من جميع السوائل. صافي دابا غادي نطفيو عليها البوطه ونحطوها على جنب حتى تبرد لينا تماما. ومباشره كناخذوا العجين تاعنا من بعد ما خليناه يرتاح مزيان. بالنسبه لي انايا خليته تقريبا نصف ساعه. كيف ما كتلاحظوا معايا العجين تاعنا راه ارتاح لينا مزيان ولا رطب بحال دلكناه مده طويله. صافي دابا غادي ناخذوا اناء اللي دهناه مسبقا بالزيت نباتيه. وصافي وهنا كنبداو نشكلوا العجين تاعنا كريات كبيره صغيره متوسط الحجم. كيبقى لكم دائما الاختيار، يمكن لكم تشكلوهم كيف ما بغيتوا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي تاع العجين. صافي من بعد ما شكلنا العجين تاعنا كامل مباشره كندهنوه هكا بالزيت من الفوق. صافي وكناخذوا البلاستيك غذائي وكنغطيو ونخليهم يرتاحوا لمده ديال 10 دقائق. ضروري باش العجين تاعنا كيعطينا الطوع وكيتسلق لينا بكل سهوله. اما بالنسبه للتوراق عندي هنا نص كاس ديال السميده رقيقه، 2 معالق كبار عامرين تاع النشا او مايزينا، وخميره كيماويه. كنضيفوا كلشي على بعضياتهم وكنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا. صافي وكنوضعوهم هكا على جنب.
صافي من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق والعجين تاعنا ارتاح لينا مزيان. دابا غادي نورقو. غادي نحتاجو زيت نباتي والخليط ديال الزبده والزيت والخليط اللي وجدت معكم ديال السميده رقيقه ومايزينا. مباشره كندهنوا سطح العمل بالزيت النباتي وكناخذوا القطعه الاولى وكنبداو نورقوها بهذا الشكل هذا. كيف ما لاحظتوا معايا العجين تاعنا راه ارتاح لنا مزيان وكيعطينا الضوء، ما كيعذبناش نهائيا. صافي كنورقوها مزيان ومباشره غادي ندهنوها بالخليط ديال الزبده والزيت وكنضيفوا كميه من السميده ومايزينا على هذا الشكل. صافي وكنجمعوا هكا الاطراف على جوج ومن بعد كنشكلوها على شكل مربع كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي وكنوضعوها هكا في بلاطو بنفس الطريقه. كندهنوا ثاني سطح العمل بالزيت نباتيه وكناخذوا قطعه وكنبداو نورقوها بالطريقه العاديه اللي مولفين دائما. صافي حتى كتطلق لينا مزيان كندهنوها بالخليط ديال الزبده والزيت وكنضيفوا الكميه ديال السميده ومايزينا. صافي وكنشكلوا على شكل مربع. الطريقه راها سهله، راه الطريقه اللي مولفين دائما اللي كنوجدوا بها المسمنه تاعنا او الرغيفات. صافي انا نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما شكلنا القطع تاعنا كاملين مرة أخرى كنغطيو بالبلاستيك غذائي وكنخليه يرتاح لينا ما بين 5 حتى 7 دقائق. صافي هي الحشوة تاعنا بردات لينا مزيان وصبحت جاهزة. مباشرة كندهنوا سطح العمل بشوية ديال الزيت نباتية. كناخذوا القطعة الأولى تاع المسمن على هذا الشكل، غير كنبسطوها شوية صافي وكنوضعوا الحشوه هكا في الوسط مقدار تاع 2 ديال المعالق كبار عامرين. صافي كنجمعوا هكا القنات قنت مقابل مع القنت الاخر على هذا الشكل هذا باش كنحصلوا على شكل دائري. مره اخرى كناخذوا قطعه ثانيه كنبسطوها على هذا الشكل غير شويه ماشي بزاف. صافي وكناخذوا الحشوه كنوضعوا مقدار ديال 2 معالق كبار كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي وكنجمعوا القنات اللي مقابلين مع بعضياتهم وكنضغطوا عليهم في الوسط على هذا الشكل. صافي حتى كنحصلوا على شكل دائري. صافي وكنوضعوها في البلاطو. كناخذوا قطعه اخرى كنقرصوها غير شويه. صافي وكنوضعوا الحشوه في الوسط وكنجمعوا الاطراف المتقابله. صافي وكنضغطوا هكا في الوسط حتى كنشكلوا دائره. كيف ما لاحظتوا معايا راه طريقه سهله وما كتاخذش نهائيا مجهود، خصوصا العجين تاعنا الا كان مرتاح وعطينا الضوء ما كنتمحنوش نهائيا. صافي غنستمر انا بنفس الطريقه حتى نكمل القطع تاع كاملين في الحشو. ودابا من بعد ما كملناهم كندهنوا هكا سطح العمل. كناخذوا القطعه الاولى كنقرصوها على هذا الشكل هذا. كنحاولوا اننا ما نضغطوش بالجد باش ما تخرجش لينا الحشوه في الجوانب. صافي مباشره غادي نوضعوها في مقلاة اللي وضعناها على نار اللي هي متوسطه ودهنا بشويه ديال الزيت. صافي وكندهنوها هكا من الفوق وكنقلبوها. صافي وكنستمروا نقلبوها على الجوانب بجوج حتى كتحمر لينا وكطيب لينا مزيان. صافي في هذه الاثناء هذه غادي نحيدوها ونوضعوها في اناء. بنفس الطريقه كندهنوا هكا سطح العمل. كناخذوا قطعه اخرى وكنبسطوها على هذا الشكل. كنحاولوا اننا ما نضغطوش بزاف باش ما تخرج لينا الحشوه في الجوانب. صافي وكندهنوا المقلاة وكنوضعوا الملاوي تاعنا. صافي وكندهنوا بشويه ديال الزيت وكنقلبوه على جميع الجوانب. صافي حتى كيطيب لينا مزيان. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه بنفس الكيفيه حتى غادي نكمل القطع كاملين اللي عندي تاع الملاوي. ها هو الشكل النهائي تاع الملاوي من بعد ما كملنا في عمليه الطهي. كيجينا محمر طيب مزيان، ايضا كيجينا مورق لذيذ بزاف، كيجي رائع جدا. كيف ما لاحظتوا معايا طريقه عمليه وكنحصلوا على ملاوي اللي كيجي زوين ولذيذ. كنتمنى انكم تجربوها واكيد غتنال الاعجاب تاعكم. الوصفه تاع اليوم كنتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. الا كنتوا اول مره تشوفوني ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كنضرب لكم موعد جديد ووصفه جديده مع ديليس اتري ونقول لكم الى اللقاء.